زازا، عارف لو ما شلتش البوست اللي انت منزله ده انا هعمل فيك ايه؟ انا ما قلتش انك انت اللي عملت كده، انا قلت ان جيكا بريء بس. لا، ما هو ده اللي ناقص. اسمع لما اقول لك، البوست ده يتشال وما اسمعش صوتك تاني. المحضر اللي قدامي فيه شهادة شهود وكلهم بيقولوا انهم شافوا الواقع. لا 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 يمكن، لا يمكن ده يحصل ابدا. انا اخويا ما عملش كده خالص، دي اكيد حد مدبرها له. انا رأيي انكم تشوفوا محامي، لان الموضوع مش سهل وشكله مطول. لا مطول ايه؟ ده ثانوية عامة، ده امتحاناته قربت. انا مستغرب انه واخد الطالب المثالي. عموما انا طلبت استكمال التحريات. وفين تقرير الطب الشرعي؟ ايوه صح، برافو عليك يا سلمى، برافو. فين تقرير الطب الشرعي؟ المفروض بيكشفوا عليها، هيخلص وهيوصل لي، وحضراتكم اساتذه في المجال ده. يلا يا نرمين، متشكرين قوي يا فندم لوقتك، شكرا. يلا. انا مش عارفه افهم ايه كميه المشاكل اللي عماله ترف علينا مره واحده دي. معلش يا دكتوره، انا مضطره امشي عشان ماما السكر عالي عليها. يا خبر ابيض، هي عرفت؟ لا طبعا ما قلتلهاش، ما اقدرش اقولها حاجه زي كده. انا قلت لها ان جيكا عنده معسكر في المدرسه، بس طبعا اكيد هي حاسه ان في حاجه غلط. طب معلش، تعالي اوصلك في طريقي وانا طالعه على المصلحه اشوف التقرير. يلا. انا متشكره قوي يا دكتوره، تعبتك معايا، حقك عليا. تعبتيني ايه بس يا نرمين؟ امال مين اللي تعب معايا الفتره اللي فاتت دي كلها؟ مش انتي؟ وحقك عليا لو كنت قصرت معاكي في اي حاجه فاتت. تقصير ايه دلوقتي؟ يلا عشان تلحقي تطمني على امك. يلا. من ساعة ما حصل اللي حصل وهي لا بتاكل ولا بتشرب، لكنها بتموت بالبطيء. منه لله اللي فضح سترنا، منه لله دنيا وآخرة، ربنا يفتحه دنيا وآخرة. خدي دول الست رؤية. ايه ده؟ ايه ده يا ست؟ ده انا مش عايزة فلوس، انا عايزة حق بنتي. لبسها، الفستان اللي كانت لابساه فين؟ جلابية بايني رميتها. رميتيها؟ ازاي؟ هما ما طلبوهاش منك في التحقيقات؟ محدش طلب حاجة. ازاي يعني؟ جلابية مهمة جدا عشان نقدر نوصل للجاني. جاني؟ جاني ايه يا ابي؟ ما الكل عارفه، الجاني معروف. لا برضو، من غير الجلابية ممكن يطلع براءة. نهار ازرق، براءة؟ براءة ايه؟ لا ده انا هقلب لك عليها الدنيا. ثواني ثواني، ازاي يعني؟ هو النبي. البراءة ايه؟ براءة؟ براءة دي حق بنتي. البراءة. يا ست اهدي يا ست رؤية واسمعيني كويس قوي وافهمي اللي هقوله. في ايه؟ بنتك كويسة زي الفل، بالله ما عليكي. حصلهاش حاجة خالص. وانتش عرفك انتي؟ انا عارفة، انا بقول انا دكتورة وده اختصاصي وانا فاهمة انا بقول لك ايه. بالله عليكي. اه والله هي كويسة وما جرالهاش حاجة. مش كل اللي لازم. حصل بس انها اغمى عليها من الخضة. هي محتاجة بس شوية فيتامينات، محتاجة كده مقويات علشان هي ما بتاكلش كويس. من عينيا الاتنين، وانا حيلتي غيرها؟ يعني هي بنوتة. ان شاء الله يبارك لك، ان شاء الله ما تشوفي شر. الحمد لله يا رب، شكرا يا رب. اهدي افرحي بس بالراحة. حضرتك طلبتيني يا ميس؟ ايوه يا يوسف، انت عارف ان مسابقه مصر التعليميه هتبقى الاسبوع ده، ايوه عارف يا ميس. وان انت اللي هتمثل المدرسه في المسابقه دي. انا اسف يا ميس، انا مش هقدر اخد مكان صاحبي بعد ما وقع في ورطه زي دي، خصوصا ان انا متاكد انه بريء. تفتكر لو جيكا كان معانا دلوقتي كان هيوافق ان تعبه ومجهوده يروحوا على الفاضي؟ افتكرش لا يا ميس. يوسف، انا حاسه ان جيكا بريء، وهو دلوقتي في ايد القانون اللي اكيد هيديله حقه.
وانت كمان لازم تديله حقه وتقف مكانه، مش تاخد مكانه. فاهمني؟ حاضر يا ميس، هقف مكاني. اهلا اهلا يا دكتوره. شيكا. اتفضلوا. حبيبي يا حبيبي، عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك والله ايه؟ العظيم ما عملت حاجه. انت تعرفي عني كده يا نرمين، والله العظيم ما عملت حاجه. يا حبيبي انا عارفه متاكده ان انت ما عملتش اي حاجه. اهدى بس، بص انا جايبه لك حاجه. مش عايز، لا ماليش نفس. طيب سيبكم مع بعض انتوا شويه، وفي امين بره احتجتوا اي حاجه تحت امركم. بعد اذن حضرتك. شاكرين لحضرتك معلش جداً. لازم تاكل، انت على لحم بطنك من الصبح. ماليش نفس عشان طب اشرب بق ميه يا حبيبي، بق ميه بس. نفس والله. جيكا حبيبي، انا واثقه ومتاكده ان انت ما عملتش اللي هما بيتهموك بيه ده، بس عشان خاطري انا عايزاك تركز وتحكي لي كل حاجه بالتفصيل. ممكن؟ ممكن. لا، ما هو معنى البوست بتاعك ان انت عارف مين اللي عمل كده. انا ما اعرفش حاجه. انا اصلا ابراهيم مستحيل يعمل كده. زازا، حط نفسك مكانه، محبوس ظلم والجاني الحقيقي بره، احساسك هيبقى عامل ازاي؟ على العموم لو فكرت تحكي لي اي حاجه انا هبقى موجوده في اي وقت. شكرا يا زازا، بس انا خدت البوست بتاعك سكرين وهديه لاخته تحطه في ملف القضيه، ومش بعيد يستدعوك تتسأل. استني، انا فعلا عارف مين اللي عمل كده، بس ما اقدرش اقول هو مين. ممكن تهدي؟ ممكن تركزي معايا؟ قاعده ازاي بس؟ انا اصلا مش عارفه امسك اعصابي يا سلمى. دي ماما هتروح فيها، ده كل ده وهي ما تعرفش حاجه خالص. امال لو عرفت هيحصل لها ايه؟ الواد هيروح مننا، ده في ثانويه عامه، يعني مستقبله كله راح. ما هو مش هينفع كده يا نرمين، لازم نهدى عشان نعرف نفكر صح. انا صورت كل حته في البنت دي والجلابيه عليها اثار دم، بس الغريبه بقى انها لسه بكر. لسه بكر؟ ازاي؟ انا مش فاهمه حاجه. طب الدم اللي على الجلابيه ده يطلع دم مين؟ دم حد تاني، بس انا بكره هتبقى معايا فصيله الدم دي. يعني انت عايزه تعملي مناظره بين دم ابراهيم والدم اللي على الجلابيه، مش كده؟ ايوه، انا اخدت شعره من البنت واخدت كمان عينه دم. انت عملتي كل الحاجات دي ازاي وامتى؟ دكتوره سلمى انا مش عارفه اقول لك ايه، انا متشكره جدا. ايه اللي انت بتقوليه ده يا نرمين؟ ابراهيم اخويا زي ما هو اخوكي بالظبط. هي دكتوره نرمين موجوده؟ زازا، بمنتهى الهدوء وبدون اي خوف، اي حاجه هتتقال هنا مش هتطلع برانا. انا ما شفتوش والله، بس هو كان واقف ساعتها. هو مين؟ ابراهيم؟ لا، ابراهيم ملوش دعوه. ابراهيم جه عشان ياخد الجيتار وبس. امال مين بقى اللي له دعوه وجه قبل ابراهيم؟ حسن اللي عمل كده وهددني لو فتحت بقي وقلت كلمه هيضربني، وانا بالخضه مراخيني نازف الدم. يبقى هو اكيد عمل كده عشان ينتقم منه، عشان جيكا عمل اكونت تاني على السوشيال غير الاكونت اللي معاه. يعني الدم اللي على الجلابيه ده دمك انت، مش كده؟ خلاص يجي معانا النيابه ويشهد بالكلام ده. لا 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 لا، يشهد ايه؟ هنستفيد ايه بالشهاده؟ وبعدين ناس كتيره جدا شهدت على ابراهيم. انا عندي فكره احسن. الو، ايه يا حسن؟ نعم، عايز ايه؟ وانا مش قايل لك لو في حاجه مهمه تكلمني؟ ما هو في جديد ولازم تعرفه. طب اخلص قول. البنت اللي في المستشفى بين الحياه والموت. وانا مالي؟ لا ليك طبعا، كان في كاميرات في المكان اللي كان حصل فيه الحكايه، والنيابه دلوقتي بتفرغ الكاميرات، وانا خايف عليك جدا ومش بعيد يكونوا جايين عليك دلوقتي. حسن، انت اخويا وصاحبي وكل حاجه،
بس بعد ما النيابه تفرغ الكاميرات انا ما اقدرش اقول غير اللي هم شافوه. سلام. جدع يا زازا. كده يبقى مفيش غير اتجاهين، يا اما هيسلم نفسه يا اما هيهرب، وفي الحالتين ما ينفعش زازا يظهر ولا يشهد، لانه في ساعتها هيبقى هو المدان. وكمان مش هينفع انك انت تظهر خالص لحد ما نشوف التاني هيعمل ايه. وهنسيب ابراهيم تاني في الحجز؟ لا، احنا بكره هنقدم كل اللي وصلنا له في البحث ما عدا شهاده زازا. الحقوا، ده فصيله الدم اللي لقوها على الجلابيه ملهاش ادنى علاقه بفصيله دم ابراهيم ولا حتى اخوها المجني عليها. وايه ده؟ دي بقى شهاده بتحديد فصيله دم ابراهيم AB، والتانيه الخوخ على الجلابيه، مالهمش اي علاقه بالاتنين اللي عند حضرتك. وقدام عليك يا فندم بوست الطالب في المدرسه بيقول ابراهيم بريء، وبالفعل تواصلنا معاه وقال انه شاف حد قبل دخول ابراهيم للمكان اللي كان فيه. ممتاز تقريرك يا دكتورة سلمى، في منتهى الاحترافية، بس هل ده رسمي؟ يعني ايه يا فندم؟ يعني مختوم بختم النسر. ختم النسر؟ لا يا فندم، ده انا والاسيستنت بتاعتي نرمين اللي اشتغلنا عليه متاكدين من كل نتيجه جت فيه. للأسف لا يعتد بيه. امال ايه اللي يعتد بيه؟ يا فندم انا معرفش التقرير الاساسي جه فيه ايه، بس كل اللي انا اعرفه ان تم اغفال نقطه مهمه جدا في الواقعه، وهي ملابس الضحيه اللي اصلا محدش فكر انه يحللها. دي والدتها جابتها لي من صفيحه الزباله، وقعدنا سهرانين انا ونرمين نشتغل عليها وعلى الصور اللي عند حضرتك. غريبة إن كل ده ما وردش في التقرير. امال ايه اللي ورد حضرتك؟ أهو تهتك في غشاء البقارة وسحاجات ما بين الفخذين. لا بعد اذن حضرتك، بعد اذنك لازم اشوفه. اتفضل. يا سلام، ايه الاستسهال ده يا فندم؟ غشاء البقرة ده مطاطي ولا يمكن يحصل له تهتك الا بعمليه معينه، وبعدين اصلا مفيش اي دليل على اي هتك عرض ولا حتى تحرش، مفيش بس غير حاله الاغماء اللي حصلت. حضرتك متأكدة من الكلام ده يا دكتورة سلمى؟ طبعا متاكده. صح انت؟ متاكدين طبعا متاكدين. تمام. أنا هطلب إعادة الكشف على الضحية عشان خاطرك يا دكتورة سلمى. وبالنسبة للولد اللي عايز يجي يشهد شهادة تانية يجي وهنفتح له المحضر تاني. شكرا يا فندم. يلا. دلوقتي ملوش اي لازمه. اهو بيقول بيثبت بيه حاله، ما حدش فاهم اي حاجه بصراحه. ايه ده؟ دي اختي، ربنا يستر. الو، ايوه في ايه؟ الحقيقة يا دكتورة، حسن صاحب جيكا عامل فيديو وهو بينتحر في المدرسة وبيقول ان جيكا بريء. ايه؟ طب ثواني اقفلي بسرعه بسرعه. في ايه؟ اختي بتقول ان الواد اللي اسمه حسن ده منزل فيديو بيقول ان جيكا بريء. فتح اللايف ده عشان اقول لكم ان جيكا بريء، وان انا اللي عملت الموضوع ده وانا اللي لبسته في القضيه دي بتخطيط ابليس ذات نفسه ما يعرفش يخططه. وانا لا استاهل اكون مكانه دلوقتي. ايوه زي ما سمعتوا جيكا ما عملش حاجه، انا اللي عملت كل حاجه. انا عايزه بس يسامحني. جيكا ما كانش يستاهل مني ده، بالعكس والله ده كان اكتر انسان يستاهل ان انا اكون كويس معاه. بس انا ما عملتش ده لوحدي والله، انا في ناس اشتركت معايا وانا طالع في اللايف ده عشان اكشفهم، والناس دي اولهم اهلي. اهلي اللي كان عشت اتربى بلعب واكل واشرب معاهم، بس للاسف دي كانت مجرد رسمه في كراستي عمرها ما حصلت. كان نفسي اعيش واتربى في حضنهم واجي من المدرسه اجري في حضنهم، مش اجري على مسج كل اسبوع بيطمنوا عليا فيها، ولا
ولا اجري على بنك استلم منه حواله كل شهر فيها كام الف ممكن اشتري بيهم كل حاجه. الا ان اشتري حب ودفى وحنيه. انا حتى فاكر يوم طلبت منهم يوم عيد ميلادي ان هم ياخدوا اجازه ويجي يقضوا معايا، بعتوا لي فلوس وهدايا كتير قوي انا ما كنتش محتاجها اصلا. الحقي الحقي يا مس امير، في ايه؟ في طالب عندنا اسمه حسن عامل لايف ينتحر فيه. ينتحر فيه؟ ايوه. اما عن صحابي بقى، ايه ده؟ انا الشخص اللي عنده صحاب كتير. السطح ده عندنا في المدرسة يا مس أميرة. عندنا في المدرسة؟ طب تعالوا ورايا. بس انا مش صاحبه، ولو غبت ايام او شهور ممكن محدش يسال عني، ولو حد افتكر يسال عني اصلا فعشان مصلحه وقرشين. اما كدابه يعني. انا عمري ما حبيت، ولا عرفت يعني ايه حب، ولا شفته من اللي حواليا اصلا. عشان كده يوم ما قررت احب كنت الشخص الاناني الوحش. كان نفسي في حد يحبني ويحس بيا ويسمع اللي جواي. كان نفسي في حد يسمعني واقول له ان انا مش كويس. نفسي في حد يطبطب عليا. للاسف لما كان في الحد ده لقيت نفسي وحش معاه، بس والله ما كان بايدي. انتوا السبب، انتوا اللي عملتوا فيا كده. نصيحة مني لكل اللي بيتفرجوا واللي بيسمعوني دلوقتي: حبوا اللي حواليكم، عشان الإنسان لو ملقاش حب من اللي حواليه مش هيحب غير نفسه بس، حتى لو على حساب أذية الناس. وأنا أذيت غيري، عشان كده مش ندمان على اللي هعمله في نفسي دلوقتي. سامحني يا شيكا. بابا وماما، ترى بقى راضي هتاخدوا اجازه عشان تيجوا تدفنوني، ولا هتبعتوا فلوس الدفن اونلاين؟ اشوف وشكم على خير. محدش يقرب مني. استنى يا حسن. محدش يقرب مني. اللي هيقرب هرمي نفسي. حاضر مش هقرب، بس ممكن تهدى شوية وتسمعني؟ كويسة ومسامحينك يا ابني. مسامحينك. خدي قولي له مسامحاك. سامحاك يا حسن. شفت يا حسن؟ شفت اني مش بكدب عليك ولا حاجة؟ صدقتني يا حبيبي؟ حسن يا حبيبي، لو رميت نفسك من هنا هتضيع مستقبلك، هتغلط غلط كبير جدا. صدقني انا هقف جنبك واوعدك هفضل معاك لحد ما تعدي من المرحلة دي وترجع لحياتك ولصحابك ولمدرستك. يا حسن احنا كلنا جنبك، ما تخافش. ما تخافش يا حسن، انت سمعت بنفسك. ما تخافش يا حسن.
ما تخافش يا حبيبي، احنا معاك كلنا ومسامحينك والله. يلا حبيبي، يلا انزل حبيبي. إبراهيم حبيب قلبي، حبيب أمك، الحمد على السلامة يا ابني. نورت بيتك يا قلبي، نورت بيتك حبيبي، وحشتني يا قلبي، بهدلت قوي، والبيت من غيرك وحش يا ضنايا. سلامة حبيبي، وحشين من غيرك يا حبيبي. أيام تسرق ساعات أحلام، والوقت يجري أوام، بنقول عادي وتمام، وأكيد هنبدأ من جديد، حياتنا مش هنعيد تاني غلطة زمان. في اللي حب واتمنى نظرة حب ليه، من اللي حب واتمنى منه كلمة ليه، يمكن تهون قلبه من اللي مر بيه. أيام تسرق ساعات أحلام، والوقت يجري أوام، بنقول عادي وتمام، وأكيد هنبدأ من جديد، حياتنا مش هنعيد تاني غلطة زمان. في اللي حب واتمنى نظرة حب ليه، من اللي حب واتمنى منه كلمة ليه، يمكن تهون قلبه من اللي مر بيه. واللي عايز حب من اللي حواليه، يفهموه يفتحوا باب قلوبهم ليه، يعمل أي شيء يلفت الانتباه عليه. أوقات بنعمة وبنبقى مش شايفين بعنينا ناس تانيين، يستاهلوا أحلى سنين. عمرنا بيضيع وبنبقى متجاهلين الاهتمام، ومش حاسين بوجوده غير بعدين. قبلت زواجك لنفسي وبنفسي على كتاب الله وعلى سنة رسوله نجاح ما كانش فارق ليه، كان فارق نظرة صاحبه واهله ليه، من طيبة قلبه الكل جه عليه.
ما كانتش صدفة، سنة الحياة وده عادي نتعلم منه. بتزق وتمشي بالتراضي بالكام محطة، والقطر لسه ماشي عالهادي. في اللي حب واتمنى نظرة حب ليه من اللي حب، واستنى منه كلمة ليه يمكن تهون قلبه من اللي مر بيه. واللي عايز حب من اللي حواليه يفهموه، يفتحوا باب قلوبهم ليه، يعمل أي شيء يلفت الانتباه عليه. أنا تعبت يا أشرف. البنك وقف القرض تاني ليه؟ ما احنا استوفينا كل الإجراءات. انا قلت لك مفيش حل قدامنا غير ان احنا نبيع اصلا من اصول الشركه، زي حته الارض بتاعت العالمين. اللي أنا مش فاهماه هو إيه اللي جد؟ ما احنا استوفينا كل الشروط، إيه المطلوب تاني؟ اهدي بس اهدي، خليني اعمل محاوله اخيره. هقدم طلب توصيه للبنك بانه يخش معانا شراكه بنسبه القرض. لا 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 لا، فكرة الشراكة مع البنك دي مرفوضة تماما. خلاص بقى، مفيش قدامنا غير إن احنا نجيب تمويل من أي مؤسسة مالية دولية، من اللي بيبقى عندهم فائض مالي وبيبقوا عايزين يضخوا في أي مشاريع في المنطقة. نشوف بقى إيه الأوفرز أو العروض اللي عندهم وإيه اللي يناسبنا منها. ما تنسيش ان في ديون قديمه. والله عارفة يا أشرف إن في ديون قديمة، بلاش تخوتني بالموضوع ده. إن شاء الله أنا ملزمة إن أنا أسددها في أوقاتها. ان شاء الله ان شاء الله. طيب عموما خليني برضو اعمل محاوله اخيره مع البنك ونشوف هيرد علينا يقول لنا ايه. زازا، عارف لو ما شلتش البوست اللي انت منزله ده انا هعمل فيك ايه؟ انا ما قلتش انك انت اللي عملت كده، انا قلت ان جيكا بريء بس. لا، ما هو ده اللي ناقص. اسمع لما اقول لك، البوست ده يتشال وما اسمعش صوتك تاني. المحضر اللي قدامي فيه شهادة شهود وكلهم بيقولوا انهم شافوا الواقع. لا 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 يمكن، لا يمكن ده يحصل ابدا. انا اخويا ما عملش كده خالص، دي اكيد حد مدبرها له. انا رأيي انكم تشوفوا محامي، لان الموضوع مش سهل وشكله مطول. لا مطول إيه؟ ده ثانوية عامة، ده امتحاناته قربت. انا مستغرب انه واخد الطالب المثالي.
عموما انا طلبت استكمال التحريات. وفين تقرير الطب الشرعي؟ ايوه صح، برافو عليك يا سلمى، برافو. فين تقرير الطب الشرعي؟ المفروض بيكشفوا عليها، هيخلص وهيوصل لي، وحضراتكم اساتذه في المجال ده. يلا يا نرمين، متشكرين قوي يا فندم لوقتك، شكرا. يلا. انا مش عارفه افهم ايه كميه المشاكل اللي عماله ترف علينا مره واحده دي. معلش يا دكتوره، انا مضطره امشي عشان ماما السكر عالي عليها. يا خبر ابيض، هي عرفت؟ لا طبعا ما قلتلهاش، ما اقدرش اقول لها حاجه زي كده. انا قلت لها ان جيكا عنده معسكر في المدرسه، بس طبعا اكيد هي حاسه ان في حاجه غلط. طب معلش، تعالي اوصلك في طريقي وانا طالعه على المصلحه اشوف التقرير. يلا. انا متشكره قوي يا دكتوره، تعبتك معايا، حقك عليا. تعبتيني ايه بس يا نرمين؟ امال مين اللي تعب معايا الفتره اللي فاتت دي كلها؟ مش انتي؟ حقك عليا لو كنت قصرت معاكي في اي حاجه فاتت. تقصير ايه دلوقتي؟ يلا عشان تلحقي تطمني على امك. يلا. من ساعة ما حصل اللي حصل وهي لا بتاكل ولا بتشرب، لكنها بتموت بالبطيء. منه لله اللي فضح سترنا، منه لله دنيا وآخرة، ربنا يفتحه دنيا وآخرة. خدي دول الست رؤية. ايه ده؟ ايه ده يا ست؟ ده انا مش عايزة فلوس، انا عايزة حق بنتي. لبسها، الفستان اللي كانت لابساه فين؟ جلابية بيني رميتها. رميتيها؟ ازاي؟ هما ما طلبوهاش منك في التحقيقات؟ محدش طلب حاجة. ازاي يعني؟ جلابية مهمة جدا عشان نقدر نوصل للجاني. جاني؟ جاني ايه يا ابي؟ ما الكل عارفه، الجاني معروف. لا برضو، من غير الجلابية ممكن يطلع براءة. نهار ازرق؟ براءة؟ براءة ايه؟ لا ده انا هقلب لك عليها الدنيا. ثواني ثواني، ازاي يعني؟ هو النبي. البراءة ايه؟ براءة؟ براءة دي حق بنتي. البراءة. يا ست اهدي يا ست رؤية واسمعيني كويس قوي وافهمي اللي هقوله. في ايه؟ بنتك كويسة زي الفل، ما حصلناش حاجة خالص. وانتش عرفك انتي؟ انا عارفة، انا بقول انا دكتورة وده اختصاصي وانا فاهمة انا بقول لك ايه. بالله عليكي. والله هي كويسة وما جرالهاش حاجة. مش اللي كده. حصل بس انها اغمى عليها من الخضة. هي محتاجة بس شوية فيتامينات ومحتاجة كده مقويات علشان هي ما بتاكلش كويس. من عينيا الاتنين، وانا حيلتي غيرها؟ يعني هي بنوتة. ان شاء الله يبارك لك، ان شاء الله ما تشوفي شر. الحمد لله يا رب، شكرا يا رب. اهدي افرحي بس بالراحة. حضرتك طلبتيني يا ميس؟ ايوه يا يوسف، انت عارف ان مسابقه مصر التعليميه هتبقى الاسبوع ده، ايوه عارف يا ميس. وان انت اللي هتمثل المدرسه في المسابقه دي. انا اسف يا ميس، انا مش هقدر اخد مكان صاحبي بعد ما وقع في ورطه زي دي، خصوصا ان انا متاكد انه بريء. تفتكر لو جيكا كان معانا دلوقتي كان هيوافق ان تعبه ومجهوده يروحوا على الفاضي؟ افتكرش لا يا ميس. يوسف، انا حاسه ان جيكا بريء، وهو دلوقتي في ايد القانون اللي اكيد هيديله حقه، وانت كمان لازم تديله حقه وتقف مكانه، مش تاخد مكانه. فاهمني؟ حاضر يا ميس، هقف مكانه. اهلا اهلا يا دكتوره. شيكا. اتفضلوا. حبيبي يا حبيبي، عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك والله ايه؟ العظيم ما عملت حاجه، انت تعرفي عني كده يا نرمين، والله العظيم ما عملت حاجه. يا حبيبي انا عارفه ومتاكده ان انت ما عملتش اي حاجه. اهدى بس، بص انا جايبه لك حاجه. مش عايز، لا ماليش نفس. طيب سيبكم مع بعض انتوا شويه، وفي امين بره احتجتوا اي حاجه تحت امركم. بعد اذن حضرتك. شاكرين لحضرتك. معلش لازم تاكل، انت على لحم بطنك من الصبح. ماليش نفس عشان طب اشرب بق ميه يا حبيبي، بق ميه بس. نفس والله. جيكا حبيبي، انا واثقه ومتاكده ان انت ما عملتش اللي هما بيتهموك بيه ده، بس عشان خاطري انا عايزاك تركز وتحكي لي كل حاجه بالتفصيل.
ممكن. لا، ما هو معنى البوست بتاعك ان انت عارف مين اللي عمل كده. انا ما اعرفش حاجه. انا اصلا ابراهيم مستحيل يعمل كده. زازا، حط نفسك مكانه، محبوس ظلم والجاني الحقيقي بره، احساسك هيبقى عامل ازاي؟ على العموم لو فكرت تحكي لي اي حاجه انا هبقى موجوده في اي وقت. شكرا يا زازا، بس انا خدت البوست بتاعك سكرين وهديه لاخته تحطه في ملف القضيه، ومش بعيد يستدعوك تتسأل. استني، انا فعلا عارف مين اللي عمل كده، بس ما اقدرش اقول هو مين. ممكن تهدي؟ ممكن تركزي معايا؟ قاعدة ازاي بس؟ انا اصلا مش عارفة امسك اعصابي يا سلمى. دي ماما هتروح فيها، ده كل ده وهي ما تعرفش حاجة خالص، امال لو عرفت هيحصل لها ايه؟ الواد هيروح مننا، ده في ثانوية عامة، يعني مستقبله كله راح. ما هو مش هينفع كده يا نرمين، لازم نهدى عشان نعرف نفكر صح. انا صورت كل حتة في البنت دي والجلابية عليها آثار دم، بس الغريبة بقى انها لسه بكر. لسه بكر؟ ازاي؟ انا مش فاهمة حاجة. طب الدم اللي على الجلابية ده يطلع دم مين؟ دم حد تاني، بس انا بكرة هتبقى معايا فصيلة الدم دي. يعني انت عايزة تعملي مناظرة بين دم ابراهيم والدم اللي على الجلابية، مش كده؟ ايوه، انا اخدت شعرة من البنت واخدت كمان عينة دم. انت عملتي كل الحاجات دي ازاي وامتى؟ دكتورة سلمى انا مش عارفة اقول لك ايه، انا متشكرة جدا. ايه اللي انت بتقوليه ده يا نرمين؟ ابراهيم اخويا زي ما هو اخوكي بالظبط. هي دكتورة نرمين موجودة؟ زازا، بمنتهى الهدوء وبدون اي خوف، اي حاجه هتتقال هنا مش هتطلع برانا. انا ما شفتوش والله، بس هو كان واقف ساعتها. هو مين؟ ابراهيم؟ لا، ابراهيم ملوش دعوه، ابراهيم جه عشان ياخد الجيتار وبس. امال مين بقى اللي له دعوه وجه قبل ابراهيم؟ حسن اللي عمل كده وهددني لو فتحت بقي او قلت كلمه هيضربني، وانا بالخضه مراخيني نازف الدم. يبقى هو اكيد عمل كده عشان ينتقم منه، عشان جيكا عمل اكونت تاني على السوشيال غير الاكونت اللي معاه. يعني الدم اللي على الجلابية ده دمك انت، مش كده؟ خلاص يجي معانا النيابة ويشهد بالكلام ده. لا 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 لا، يشهد ايه؟ هنستفيد ايه بالشهاده؟ وبعدين ناس كتيره جدا شهدت على ابراهيم. انا عندي فكره احسن. الو، ايه يا حسن؟ نعم، عايز ايه؟ وانا مش قايل لك لو في حاجه مهمه تكلمني؟ ما هو في جديد ولازم تعرفه. طب اخلص قول. البنت اللي في المستشفى بين الحياه والموت. وانا مالي؟ لا ليك طبعا، كان في كاميرات في المكان اللي كان حصل فيه الحكايه، والنيابه دلوقتي بتفرغ الكاميرات، وانا خايف عليك جدا ومش بعيد يكونوا جايين عليك دلوقتي. حسن، انت اخويا وصاحبي وكل حاجه، بس بعد ما النيابه تفرغ الكاميرات انا ما اقدرش اقول غير اللي هم شافوه. سلام. جدع يا زازا. كده يبقى مفيش غير اتجاهين، يا اما هيسلم نفسه يا اما هيهرب، وفي الحالتين ما ينفعش زازا يظهر ولا يشهد، لانه في ساعتها هيبقى هو المدان. وكمان مش هينفع انك انت تظهر خالص لحد ما نشوف التاني هيعمل ايه. وهنسيب ابراهيم تاني في الحجز؟ لا،
احنا بكره هنقدم كل اللي وصلنا له في البحث ما عدا شهاده زازا. الحقوا، ده حسن. لان فصيله الدم اللي لقوها على الجلابيه ملهاش ادنى علاقه بفصيله دم ابراهيم ولا حتى اخوها المجني عليها. وايه ده؟ دي بقى شهاده بتحديد فصيله دم ابراهيم AB، والتانيه الخوخ على الجلابيه، مالهمش اي علاقه بالاتنين اللي عند حضرتك. وقدام عليك يا فندم بوست الطالب في المدرسه بيقول ابراهيم بريء، وبالفعل تواصلنا معاه وقال انه شاف حد قبل دخول ابراهيم للمكان اللي كان فيه. ممتاز تقريرك يا دكتوره سلمى، في منتهى الاحترافيه، بس هل ده رسمي؟ يعني ايه يا فندم؟ يعني مختوم بختم النسر. ختم النسر؟ لا يا فندم، ده انا والاسيستنت بتاعتي نرمين اللي اشتغلنا عليه متاكدين من كل نتيجه جت فيه. للاسف لا يعتد بيه. امال ايه اللي يعتد بيه؟ يا فندم انا معرفش التقرير الاساسي جه فيه ايه، بس كل اللي انا اعرفه ان تم اغفال نقطه مهمه جدا في الواقعه، وهي ملابس الضحيه اللي اصلا محدش فكر انه يحللها. دي والدتها جابتها لي من صفيحه الزباله، وقعدنا سهرانين انا ونرمين نشتغل عليها وعلى الصور اللي عند حضرتك. غريبه ان كل ده ما وردش في التقرير. امال ايه اللي ورد حضرتك؟ اهو تهتك في غشاء البقاره وسحاجات ما بين الفخذين. لا بعد اذن حضرتك، بعد اذنك لازم اشوفه. اتفضل. يا سلام، ايه الاستسهال ده يا فندم؟ غشاء البقره ده مطاطي ولا يمكن يحصل له تهتك الا بعمليه معينه، وبعدين اصلا مفيش اي دليل على اي هتك عرض ولا حتى تحرش، مفيش بس غير حاله الاغماء اللي حصلت. حضرتك متاكده من الكلام ده يا دكتوره سلمى؟ طبعا متاكده، صح؟ انت متاكدين؟ طبعا متاكدين. تمام. انا هطلب اعاده الكشف على الضحيه عشان خاطرك يا دكتوره سلمى. وبالنسبه للولد اللي عايز يجي يشهد شهاده تانية يجي وهنفتح له المحضر تاني. شكرا يا فندم. يلا. دلوقتي ملوش اي لازمه. اهو بيقول بيثبت بيه حاله، ما حدش فاهم اي حاجه بصراحه. ايه ده؟ دي اختي، ربنا يستر. الو، ايوه في ايه؟ الحقيقة يا دكتورة، حسن صاحب جيكا عامل فيديو وهو بينتحر في المدرسة وبيقول ان جيكا بريء. ايه؟ طب ثواني اقفلي بسرعه بسرعه. في ايه؟ اختي بتقول ان الواد اللي اسمه حسن ده منزل فيديو بيقول ان جيكا بريء. انا فاتح اللايف ده عشان اقول لكم ان جيكا بريء، وان انا اللي عملت الموضوع ده وانا اللي لبسته في القضيه دي بتخطيط ابليس ذات نفسه ما يعرفش يخططه. وانا لا استاهل اكون مكانه دلوقتي. ايوه زي ما سمعتوا جيكا ما عملش حاجه، انا اللي عملت كل حاجه. انا عايزه بس يسامحني. جيكا ما كانش يستاهل مني ده، بالعكس والله ده كان اكتر انسان يستاهل ان انا اكون كويس معاه. بس انا ما عملتش ده لوحدي والله، انا في ناس اشتركت معايا وانا طالع في اللايف ده عشان اكشفهم، والناس دي اولهم اهلي. اهلي اللي كان عشت اتربى والعب واكل واشرب معاهم، بس للاسف دي كانت مجرد رسمه في كراستي عمرها ما حصلت. كان نفسي اعيش واتربى في حضنهم واجي من المدرسه اجري في حضنهم، مش اجري على مسج كل اسبوع بيطمنوا عليا فيها، ولا اجري على بنك استلم منه حواله كل شهر فيها كام الف ممكن اشتري بيهم كل حاجه. الا ان اشتري حب ودفى وحنيه. انا حتى فاكر يوم طلبت منهم يوم عيد ميلادي ان هم ياخدوا اجازه ويجي يقضوا معايا، بعتوا لي فلوس وهدايا كتير قوي انا ما كنتش محتاجها اصلا. الحقيقة يا مستر امير، في ايه؟ في طالب عندنا اسمه حسن عامل لايف ينتحر فيه. ينتحر فيه؟ ايوه. اما عن صحابي بقى، ايه ده؟
فانا الشخص اللي عنده صحاب كتير. السطح ده عندنا في المدرسه يا مس اميره. عندنا في المدرسه؟ طب تعالوا ورايا. بس انا مش صاحبها، ولو غبت ايام او شهور ممكن محدش يسال عني، ولو حد افتكر يسال عني اصلا فعشان مصلحه وقرشين. لما كدابه يعني. انا عمري ما حبيت، ولا عرفت يعني ايه حب، ولا شفته من اللي حواليا اصلا. عشان كده يوم ما قررت احب كنت الشخص الأناني الوحش. كان نفسي في حد يحبني ويحس بيا ويسمع اللي جواي. كان نفسي في حد يسمعني واقول له ان انا مش كويس. نفسي في حد يطبطب عليا. للاسف لما كان في الحد ده لقيت نفسي وحش معاه، بس والله ما كان بايدي. انتوا السبب، انتوا اللي عملتوا فيا كده. نصيحة مني لكل اللي بيتفرجوا واللي بيسمعوني دلوقتي: حبوا اللي حواليكم، عشان الإنسان لو ملقاش حب من اللي حواليه مش هيحب غير نفسه بس، حتى لو على حساب أذية الناس. وأنا أذيت غيري، عشان كده مش ندمان على اللي هعمله في نفسي دلوقتي. سامحني يا شيكا. بابا وماما، ترى بقى راضي هتاخدوا اجازه عشان تيجوا تدفنوني، ولا هتبعتوا فلوس الدفن اونلاين؟ اشوف وشكم على خير. محدش يقرب مني. استنى يا حسن. محدش يقرب مني. اللي هيقرب هرمي نفسي. حاضر مش هقرب، بس ممكن تهدى شوية وتسمعني؟ أنا مش عايز أسمع حد. خلاص كلكم عرفتوا إن شيكا بريء، وأنا مش مهم. لا يا حسن، أنت كمان بريء. صدقني يا حبيبي أنت كمان بريء. اسمعني كده بهداوة يا حسن، أنت ما عملتش حاجة. خوخة ما جرالهاش حاجة، يعني أنت ما عملتش حاجة. خوخة أغمى عليها من الخضة وبس. والدم اللي على فستانها ده كان دم زازة صاحبك اللي أنت ضربته. يعني خوخة كويسة ما حصلهاش حاجة، وده رؤية مسامحاك، وكلنا مسامحينك يا حسن. وجيكا كمان هيسامحك. انتوا صحاب واخوات من زمان وهو بيحبك جدا. انتوا بتكذبوا عليا، انا مش مصدقك. لا استنى، هثبت لك والله هثبت لك. ثانية واحدة. وانت خليكي عندك. حاضر بس عشان تسمع. ده رؤية حسن سامعك. ايوه يا حسن، احنا مسامحينك يا ابني، احنا مسامحينك. خاف على نفسك يا ابني، ما ترميش شبابك في الارض. تعالى يا بابا، ده هي اهي هتكلمك حالا اهو. قولي لنا: انا كويسه الحمد لله. انا كويسه الحمد لله. اهو كويسه ومسامحينك يا ابني، مسامحينك. خدي قولي له مسامحاك. انا سامحاك يا حسن. شفت يا حسن؟ شفت اني مش بكدب عليك ولا حاجه؟ صدقتني يا حبيبي؟ حسن يا حبيبي، لو رميت نفسك من هنا هتضيع مستقبلك،
هتغلط غلط كبير جدا. صدقني انا هقف جنبك واوعدك هفضل معاك لحد ما تعدي من المرحله دي وترجع لحياتك ولصحابك ولمدرستك. يا حسن احنا كلنا جنبك، ما تخافش. ما تخافش يا حسن، انت سمعت بنفسك. ما تخافش يا حسن، ما تخافش يا حبيبي، احنا معاك كلنا ومسامحينك والله. يلا حبيبي، يلا انزل حبيبي. ابراهيم حبيب قلبي، حبيب امك، الحمد لله على السلامه يا ابني. نورت بيتك يا قلبي، نورت بيتك حبيبي، وحشتني يا قلبي، بهدلت قوي، والبيت من غيرك وحش يا ضنايا. سلامة حبيبي، وحشين من غيرك يا حبيبي. أيام تسرق ساعات أحلام، والوقت يجري أوام، بنقول عادي وتمام، وأكيد هنبدأ من جديد، حياتنا مش هنعيد تاني غلطة زمان. في اللي حب واتمنى نظرة حب ليه من اللي حب، واتمنى منه كلمة ليه يمكن تهون قلبه من اللي مر بيه. أيام تسرق ساعات أحلام، والوقت يجري أوام، بنقول عادي وتمام، وأكيد هنبدأ من جديد، حياتنا مش هنعيد تاني غلطة زمان. في اللي حب واتمنى نظرة حب ليه من اللي حب، واتمنى منه كلمة ليه يمكن تهون قلبه من اللي مر بيه. واللي عايز حب من اللي حواليه يفهموه، يفتحوا باب قلوبهم ليه، يعمل أي شيء يلفت الانتباه عليه. أوقات بنعمة وبنبقى مش شايفين بعنينا ناس تانيين يستاهلوا أحلى سنين. عمرنا بيضيع وبنبقى متجاهلين الاهتمام ومش حاسين بوجوده غير بعدين. قبلت زواجك لنفسي وبنفسي على كتاب الله وعلى سنة رسوله
ما كانش فارق ليه، كان فارق نظرة صاحبه واهله ليه، من طيبة قلبه الكل جالي. ما كانتش صدفة، سنة الحياة وده عادي نتعلم منه، بتزق وتمشي بالتراضي بالكام محطة والقطر لسه ماشي عالهادي. في اللي حب واتمنى نظرة حب ليه من اللي حب، واستنى منه كلمة ليه يمكن تهون قلبه من اللي مر بيه. واللي عايز حب من اللي حواليه يفهموه، يفتحوا باب قلوبهم ليه، يعمل اي شيء يلفت الانتباه عليه. أنا تعبت يا أشرف. البنك وقف القرض تاني ليه؟ ما احنا استوفينا كل الإجراءات. انا قلت لك مفيش حل قدامنا غير ان احنا نبيع اصلا من اصول الشركه، زي حته الارض بتاعت العالمين. اللي أنا مش فاهماه هو إيه اللي جد؟ ما احنا استوفينا كل الشروط، إيه المطلوب تاني؟ اهدي بس اهدي، خليني اعمل محاوله اخيره. هقدم طلب توصيه للبنك بانه يخش معانا شراكه بنسبه القرض. لا 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 لا، فكرة الشراكة مع البنك دي مرفوضة تماما. خلاص بقى، مفيش قدامنا غير إن احنا نجيب تمويل من أي مؤسسة مالية دولية، من اللي بيبقى عندهم فائض مالي وبيبقوا عايزين يضخوا في أي مشاريع في المنطقة. نشوف بقى إيه الأوفرز أو العروض اللي عندهم وإيه اللي يناسبنا منها. ما تنسيش ان في ديون قديمه. والله عارفة يا أشرف إن في ديون قديمة، بلاش تخوتني بالموضوع ده. إن شاء الله أنا ملزمة إن أنا أسددها في أوقاتها. ان شاء الله ان شاء الله. طيب عموما خليني برضو اعمل محاوله اخيره مع البنك ونشوف هيرد علينا يقول لنا ايه. في ايه؟ في طالب عندنا اسمه حسن عامل لايف ينتحر فيه. ينتحر فيه؟ ايوه. اما عن صحابي بقى، ايه ده؟ فانا الشخص اللي عنده صحاب كتير. السطح ده عندنا في المدرسه يا مس اميره. عندنا في المدرسه؟ طب تعالوا ورايا. بس انا مش صاحبها، ولو غبت ايام او شهور ممكن محدش يسال عني، ولو حد افتكر يسال عني اصلا فعشان مصلحه وقرشين. لما كدابه يعني. انا عمري ما حبيت، ولا عرفت يعني ايه حب، ولا شفته من اللي حواليا اصلا.
كده يوم ما قررت احب كنت الشخص الاناني الوحش. كان نفسي في حد يحبني ويحس بيا ويسمع اللي جوايا. كان نفسي في حد يسمعني واقول له ان انا مش كويس. كان نفسي في حد يطبطب عليا. بس للاسف لما كان في الحد ده لقيت نفسي وحش معاه، بس والله ما كان بايدي. انتوا السبب، انتوا اللي عملتوا فيا كده. نصيحة مني لكل اللي بيتفرجوا واللي بيسمعوني دلوقتي: حبوا اللي حواليكم، عشان الإنسان لو ملقاش حب من اللي حواليه مش هيحب غير نفسه بس، حتى لو على حساب أذية الناس. وأنا أذيت غيري، عشان كده مش ندمان على اللي هعمله في نفسي دلوقتي. سامحني يا شيكا. بابا وماما، ترى بقى راضي هتاخدوا اجازه عشان تيجوا تدفنوني، ولا هتبعتوا فلوس الدفن اونلاين؟ اشوف وشكم على خير. محدش يقرب مني. استنى يا حسن. محدش يقرب مني. اللي هيقرب هرمي نفسي. حاضر مش هقرب، بس ممكن تهدى شوية وتسمعني؟ أنا مش عايز أسمع حد. خلاص كلكم عرفتوا إن شيكا بريء، وأنا مش مهم. لا يا حسن، أنت كمان بريء. صدقني يا حبيبي أنت كمان بريء. اسمعني كده بهداوة يا حسن، أنت ما عملتش حاجة. خوخة ما جرالهاش حاجة، يعني أنت ما عملتش حاجة. خوخة أغمى عليها من الخضة وبس. والدم اللي على فستانها ده كان دم زازة صاحبك اللي أنت ضربته. يعني خوخة كويسة، ما حصلهاش حاجة. وده رؤية مسامحاك، وكلنا مسامحينك يا حسن. وجيكا كمان هيسامحك. انتوا صحاب واخوات من زمان وهو بيحبك جدا. انتوا بتكذبوا عليا، انا مش مصدقك. لا استنى، هثبت لك والله هثبت لك. ثانية واحدة. وانت خليكي عندك. حاضر بس عشان تسمع. ده رؤية حسن سامعك. ايوه يا حسن، احنا مسامحينك يا ابني، احنا مسامحينك. خاف على نفسك يا ابني، ما ترميش شبابك في الارض. تعالى يا بابا، ده هي اهي هتكلمك حالا اهو. قولي لنا: انا كويسه الحمد لله. انا كويسه الحمد لله. اهو كويسه ومسامحينك يا ابني، مسامحينك. خدي قولي له مسامحاك. انا سامحاك يا حسن. شفت يا حسن؟ شفت اني مش بكدب عليك ولا حاجه؟ صدقتني يا حبيبي؟ حسن يا حبيبي، لو رميت نفسك من هنا هتضيع مستقبلك، هتغلط غلط كبير جدا. صدقني انا هقف جنبك، واوعدك هفضل معاك لحد ما تعدي من المرحله دي وترجع لحياتك ولصحابك ولمدرستك. يا حسن احنا كلنا جنبك، ما تخافش. ما تخافش يا حسن، انت سمعت بنفسك. ما تخافش يا حسن، ما تخافش يا حبيبي، احنا معاك كلنا ومسامحينك والله. يلا حبيبي، يلا انزل حبيبي.
كريم حبيب قلبي حبيب امك، الحمد على السلامة يا ابني. نورت بيتك يا قلبي، نورت بيتك حبيبي، وحشتني يا قلبي، بهدلت قوي، والبيت من غيرك وحش يا ضنايا. سلامة حبيبي، وحشين من غيرك يا حبيبي. أيام تسرق ساعات أحلام، والوقت يجري أوام، بنقول عادي وتمام، وأكيد هنبدأ من جديد، حياتنا مش هنعيد تاني غلطة زمان. في اللي حب واتمنى نظرة حب ليه من اللي حب، واتمنى منه كلمة ليه يمكن تهون قلبه من اللي مر بيه. أيام تسرق ساعات أحلام، والوقت يجري أوام، بنقول عادي وتمام، وأكيد هنبدأ من جديد، حياتنا مش هنعيد تاني غلطة زمان. في اللي حب واتمنى نظرة حب ليه من اللي حب، واتمنى منه كلمة ليه يمكن تهون قلبه من اللي مر بيه. واللي عايز حب من اللي حواليه يفهموه، يفتحوا باب قلوبهم ليه، يعمل أي شيء يلفت الانتباه عليه. أوقات بنعمة وبنبقى مش شايفين بعنينا ناس تانيين يستاهلوا أحلى سنين، عمرنا بيضيع وبنبقى متجاهلين الاهتمام ومش حاسين بوجوده غير بعدين. قبلت زواجك لنفسي وبنفسي على كتاب الله وعلى سنة رسوله نجاح ما كانش فارق ليه، كان فارق نظرة صاحبه واهله ليه، من طيبة قلبه الكل جالي. ما كانتش صدفة، سنة الحياة وده عادي نتعلم منه، بتزق وتمشي بالتراضي بالكام محطة، والقطر لسه ماشي عالهادي. في اللي حب واتمنى نظرة حب ليه من اللي حب، واستنى منه كلمة ليه يمكن تهون قلبه من اللي مر بيه. واللي عايز حب من اللي حواليه يفهموه، يفتحوا باب قلوبهم ليه، يعمل أي شيء يلفت الانتباه عليه.
انا تعبت يا اشرف. البنك وقف القرض تاني ليه؟ ما احنا استوفينا كل الاجراءات. انا قلت لك مفيش حل قدامنا غير ان احنا نبيع اصلا من اصول الشركه، زي حته الارض بتاعت العالمين. اللي انا مش فاهماه هو ايه اللي جد؟ ما احنا استوفينا كل الشروط، ايه المطلوب تاني؟ اهدي بس اهدي، خليني اعمل محاوله اخيره. هقدم طلب توصيه للبنك بانه يخش معانا شراكه بنسبه القرض. لا 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 لا، فكرة الشراكة مع البنك دي مرفوضة تماما. خلاص بقى، مفيش قدامنا غير ان احنا نجيب تمويل من اي مؤسسة مالية دولية، من اللي بيبقى عندهم فائض مالي وبيبقوا عايزين يضخوا في اي مشاريع في المنطقة. نشوف بقى ايه الاوفرز او العروض اللي عندهم وايه اللي يناسبنا منها. ما تنسيش ان في ديون قديمه. والله عارفة يا اشرف ان في ديون قديمة، بلاش تخوتني بالموضوع ده. ان شاء الله انا ملزمة ان انا اسددها في اوقاتها. ان شاء الله ان شاء الله. طيب عموما خليني برضو اعمل محاوله اخيره مع البنك ونشوف هيرد علينا يقول لنا ايه. قوم يا حبيب قلبي، قوم يا راجل نوم العوافي. صباح الخير. صباح النور. هي الساعة كام؟ الساعة 4. 4 العصر؟ أمال الفجر؟ مش هلحق اروح الشركة برضو. لا ما هو سراقفة اتصل وقال إن هو أخد لك أجازة النهاردة. اجازة تاني؟ تاني وتالت ورابع يا سبع يا سيد الرجالة. الله، ده ايه الدلع اللي على الصبح ده؟ ما هو أنا لازم أدلعك، أنا حامل. حامل؟ ازاي؟ عملت اختبار النهاردة الصبح وطلعت حامل. بتتكلمي بجد؟ والله. ده انا ابويا هيفرح قوي. لازم بقى تاخدني وتعرفني على أهلك. لا اخدك اعرفك على ايه يا اهلي ازاي؟ ده انا اصلا لسه ما قلت لهمش ان احنا اتجوزنا. انا يا دوب بعت لهم صورتك وقلت لهم انا هتجوز الست دي، بس ما كنتش اعرف انك سريعه قوي كده. أنا ماليش فيه يا أخويا، أنا لازم أتعرف على أهل جوزي. الله. وبعدين تعالى نعمل لهم مفاجأة، وخلي بالك الشقة بتاعت الدكتورة دي ما بقتش شقتها لوحدها، دي بقت شقتي أنا كمان. أنا أم عيالك. عيالي؟ هم توأم؟ لا ما بانش لسه. الاختبار ده مش بيبين ها؟ لا مش دلوقتي، يلا كل بقى. كمان فطار؟ الله مش هدلعك قلت لك. خبرية عظيمة. ما اتصلش بيك يا عصامي يا ابدا يا حاج، هو السفر يعني ما فيهوش تليفون؟ قال لي انه لقى عروسه ومحتاج قرشين، بعت له مبلغ زين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيت في وقتك، ورينا عروسة اخوك. طلعها لك. عاوزك بكره تعمل لي توكيل للشركه الجديده. توكيل ليه؟ ما عملت لك توكيل يابا، ده كان للشركه القديمه، انما دلوقتي احنا بنتوسع، بنعمل مجموعه شركات اولاد عميره. اولاد عميره؟ جدع حبيبي جدع. خد دي الصوره اهي. ايه ده حلو صح يا باي. شوفي مش المعظمه الفقريه. قول لاخوه لو عجبته نخلص له فيها، وهعمل له فرح تتكلم عنه الوكاله كلها، وخلي حريصه تموت بقهرة بنتها. الحقيقة يا دكتورة نرمين، استحالة انك تخلفي في الوقت الحالي، حضرتك ست العارفين، الا بالحقنة اللي انا هكتبها لحضرتك. هي غالية شوية بس النتيجة مضمونة. الحقنة دي ب200,000 جنيه. طب هو ما فيش اي حل تاني غير الحقنه دي؟ يعني 200,000 دي كتير قوي عليا. لو عملنا العملية احتمال كبير يبقى في عقم. شوفي وفكري. كل الساندوتش يا بودي، اكلك ضعيف جدا، انا عايزاك تتغذى. ايوه برافو. يلا خلص ده وكل ده.
خد خضار مفيد. مساء الخير. اهلا اهلا، ازيك يا باشمهندس؟ ده الباشمهندس علاء والد بودي يا دكتوره. خليه يتفضل. اتفضل يا باشمهندس. شكرا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا باشمهندس، ازيك؟ متشكر جدا يا دكتور، انا اسف اذا كنت تعبت حضرتك. لا مفيش تعب ولا اي حاجه، اتفضل اتعشى معانا. لا لا متشكر جدا، يا دوب نروح عشان ميعاد نوم بودي. بس اسمحي لي اقول لك، انا دلوقتي بس عرفت سر جمال وشياكة باليا واهتمام بودي بيها. ميرسي جدا على الكومبليمون ده. هي مامة بودي فين؟ يعني نحب نتعرف عليها. للاسف احنا طلعنا من كام شهر بس. I'm so sorry. لا لا خالص عادي، 3/4 المتجوزين في مصر اتطلقوا والربع الباقي بيشاور عقله. بس في الحقيقه انا بعد الطلاق محتاس ومش قادر اقوم بدور الام مع بودي، بس بحاول يعني. معلش ربنا يقدرك. ان شاء الله. بس هي مش المفروض ان الحضانه مع الام؟ ده المفروض، بس ده لو كانت هي قاعده في مصر. الحقيقه بعد الطلاق هي قررت تروح عند اهلها في كندا. بالمناسبه يا دكتور، انا عرفت ان والد داليا توفى من كام شهر. باقي في حياتك، قلبي معاكي. متشكره، شكرا. انا اللي بشكرك جدا بجد، مش عارف اقول لك ايه. متشكر. يلا يا بودي. بجد مش عارف اقول لك ايه، متشكر جدا على اهتمامك بيه. بيبقى مبسوط قوي هو عندكم. ده غالي علينا قوي، يعني في معزه تاليا طبعا. قمر يا بودي، انت والله قمر. ميرسي يا دكتور. ثانك يو. باي. عملت ايه النهارده؟ تعالى يا عم سلامة، حط الحاجة عندك شوية كده وابعت لي مراتك. خلاص ماشي. شكرا يا عم سلامة. ايه ده؟ انت مين؟ انا مين؟ انت يا اختي اللي مين؟ انت اتهبلتي؟ ده بيتي، اتكلمي عادي وقولي انت مين بدل ما اطلب لك البوليس. بوليس مين يا حيلتها؟ انت يا اختي اللي مين؟ انت اللي داخله عليا. ايه البجاحه اللي انت فيها دي؟ دي امال يا نرمين، مراتي على سنة الله ورسوله، وحامل مني كمان. نرمين 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 نرمين، سامعيني؟ انا فين؟ انا فين؟ الحمد لله على السلامة حبيبتي، انتي كويسة؟ أنا معاكي. اللي حصل؟ حاجة بسيطة، الحمد لله لحقناكي بسرعة وبقيتي كويسة. عصام اهدي يا وزعلية، كمان البيت بتاعتي شفتي عمل فيها ايه؟ اهدي اهدي حبيبتي اهدي. عايزة اشوفه. لا 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 اهدي حبيبتي، اهدي. نرمين نرمين حبيبتي، اهدي اهدي اهدي. قلبي اهدي اهدي حبيبتي اهدي. على فكرة هو اللي جابك هنا وكلمني وانا جيت على طول، بس انا اللي قلت له لازم يختفي كده احسن. عندك حق، انا مش عايزة اشوفه تاني، مش عايزة اشوفه، مش عايزة اشوفه، مش عايزة اشوفه. ريحي يا حبيبتي ريحي.
انت محتاجه ترتاحي. اسندي نفسك يا ناديه. ناديه. ايوه يا دكتور. تعالي ساعديني، تعالي. في ايه خير يا دكتور؟ خدي الدكتوره نرمين فوق على اوضتي، خليها تستريح، ويا ريت تشوفي لها حاجه تاكلها. مالها كفالة الشر؟ بس انا كويسه. يلا بس خديها. جيبي العواقب سليمه يا رب. سلامتك يا دكتوره. عايز ايه دلوقتي ده؟ ايوه يا اشرف، في حد يكلم حد في الوقت المتاخر ده؟ خبر ايه؟ يلا يا بنات بسم الله. شيلي البت دي من هنا، بتزن طول الليل ما عرفتش انام. والله انا تعبت خلاص. اديها العظيمه. سمي يا حبيبتي. خدي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها البركه عظيمه. ايه ده؟ مين ده اللي ده؟ ده عصام ده باين. وخطيبته دي اللي معاه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده؟ خطيبتك دي يا واد؟ ده احلى من الصوره. ايوه يابا هي امال، بس ما بقتش خطيبتي، بقت مراتي خلاص. اتجوزتها سكتك بكتن؟ ده حديث تتجوز كده من غير ما تقول. كنت قلت ان احنا نعملوا لك فرح يهز الوكاله هز، وهو ناخدوا القرشينات اللي لينا عند التجار ليه بس كده. نبقى نلم النقطه يا حاج في السبوع والعقيقه ان شاء الله. عايز ابشرك كمان بقى يابا الحاج ان امال حامل وبطنها شايله واد. يا واد ما قلتش ليه من الاول؟ بصراحه بقى كده يابا ما كنتش عايز اقول اي حاجه غير لما اتاكد ان امال هتبقى حبلة، وكمان اتاكد ان اللي في بطنها واد. اصل انا مش هقعد اجرب كده في الفاضي يابا. يمين الله اجمل خبر سمعته في حياتي. تعالي يا بنتي اقعدي. غوري يا بنتي من هنا، غوري. بالاذن. اقعدي يا بنتي بالراحه عليك، بالراحه. اقعدي. ايه والله لنبل له الشربات ونذبحوا 10 عدول. صح واد؟ ايوه واد. وبعدين ده عمال بيرفص في بطني والشقي، تقريبا طالع ان جده ده بيوقع في بطني بالصعيد. سمعت قالت لي شربات يا بنتي. لا شربات دي تبقى اختي. قال احنا مش هناكل ولا ايه؟ ده انا على لحم بطني من امبارح. انت ما قلتلهمش؟ ما تتفضلي يا اختي، ده حتى خير ربنا كتير. لا ما هو واضح. وانت بقى يا اخويا مش هتعرفني على الفاموليا الموقره دي؟ حماتك يا بنتي ام عصام، اسمها عظيمه وهي عظيمه. اهلا يا بنتي. ده سوريا وكوثر مراتات سلام، ودول بنات سلام قطعوا وقطعت خلفتهم. ايه بالاذن انا يا حاج. وكربان ليه؟ ورايا شغل. سلام ما باركتليش يعني. مبروك. الله يبارك فيك يا اخويا. بقول لك ايه بقى صحيح، انت عارف مصاريف الحمل والولاده والدكاتره، هبقى محتاج قرشين علشان ولي العهد. لا 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 سيبك انت من سلام، روح يا سلام على شغلك. خد مني اللي انت عايزه ما دام جبت الواد. تعيش يابا. قول لي مرتك الدكتوره عرفت انك اتجوزت؟ ايوه يابا عرفت، وقعت من طولها. والله العظيم انا ضميري بيوجعني على اللي انا عملته معاها. ويوجعك ليه؟ تتحرج هي امك.